السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. شرحنا لهذا اليوم عن برنامج جديد للحصول على رقم أمريكي لتفعيل حسابات الإنستغرام الوهمية، وتقدر تستخدمه ببقية برامج التواصل الاجتماعي. حاليا هذا أفضل برنامج، لأن البرامج كلهن توقفن وبيهن مشاكل والكود ما يوصل. حاليا هذا افضل برنامج، ولكن البرنامج يحتاج الى بعض المتطلبات. شنو المتطلبات؟ اول شي لازم تشوف الفيديو مال شلون تربط حسابك بالجوجل بلاي بالفيزا كارت، لين البرنامج ينطيك على كل ايميل رقم امريكي، يعني كل ايميل ينطيك رقم امريكي. هسه مثل ما تشوفون هذا هو، انا عندي هذا الايميل، هذا ايميل عادي مو امريكي، راح احوله امريكي واربطه بالفيزا كارت. اذا ما شايف الفيديو السابق مال شلون تربط حسابك بالجوجل بلاي، جوجل بلاي بالفيزا كارت، راح اشرح بالتفاصيل، ماشي؟ حتى لو يكون شوي الفيديو مطول. طيب، اول شي تروح الى موقع مال توليد الفيزا، ماشي؟ هذا الموقع طبعا راح اخلي لكم جميع المتطلبات بالفيديو. هذا البن، هذا بن المستر كارت، ماشي؟ نضغط على هذا الخيار، راح ينطيني مجموعة من الفيز، فاخذ اول وحدة، ماشي؟ اجي اسوي له استنساخ، ماشي؟ تجي تفتح في بي ان، ماشي؟ تحول الى الولايات المتحدة الامريكية. طبعا هذا الفي بي ان راح تركب بالوصف، وجميع المتطلبات تلقونها بالوصف. اوكي، بعدين تروح الى هذا الخيار، ماشي؟ نختار سيرفر الولايات المتحدة الامريكية، ماشي؟ الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، تختار اي ولاية، ماشي؟ اوكي. تسوي مسح بيانات للجوجل بلاي، راح اسوي له مسح بيانات حتى يفتح ويانا بالمتجر الامريكي، ماشي؟ اوكي، فتح ويانا. طبعا تحول امريكي مؤقتا، راح نخليه دائمي. تروح الى خيار طرق الدفع، ماشي؟ تروح الى خيار اضافة بطاقة ائتمان او بطاقة سحب آلي، هنا تخلي رقم البطاقة. طبعا راح تطلع لكم الصورة السوداء، لان هاي حماية مال اليوتيوب. 03 25، 03 02 25، السي في سي اللي هو 60 8، 60 8. زين. الولايات نختار المتحدة الأمريكية. الرمز البريدي تختار 900111، ماشي؟ ونضغط على حفظ. ومثل ما تشوفون الحساب انربط بالمستر كارت او الفيزا كارت، نفس الشي، ماشي؟ هسه شو نسوي؟ نسد الفي بي ان، ماشي؟ هسه صار حسابنا امريكي ومربوط بالمستر كارت. طريقة جدا سهلة وبسيطة. شو نسوي؟ طبعا هذا البرنامج انا شرحت عليه شلون تجيب من عنده رقم امريكي. حتى نفعل به هذا البرنامج ناخذ رقم امريكي من هذا البرنامج، وهذا البرنامج سهل وبسيط وماكو احد ما يعرفه. تروح الى خيار الساين اب، نسجل دخول، ماشي؟ طبعا هنا تكتب معلومات وهمية، وهنا تكتب الباسورد، لازم تخليه بحرف كابيتال وسمول من هالسوالف، ماشي؟ وبعدين نضغط على هذا الخيار، راح اسجل دخول. اوكي، ماشي؟ فشي سيظل تسحب هيجي، ماشي؟ نسحب هيجي، نروح للأخير، بعدين نروح إلى هذا الخيار ونختار أي ولاية مثلا. أوكي، نختار أي كود. أوكي،
طبعا دا اشرح على السريع حتى ما يكون الفيديو مطول. لان سابقا شرحت على هذا البرنامج وشرحت على موقع مال الفيزا كارت، بس هاي للتوضيح طبعا. عفوا سويت انا اشارات مرور. اوكي، هذا هو الرقم الامريكي. فتضغط هنا ضغطة طويلة، راح ننسخ الرقم وبعدين نفتح البرنامج مال الارقام الامريكية. ماشي، نروح لخيار الساين اب وراح اسجل دخول. هنا تختار يونايتد. طبعا الرقم اذا تستنسخه ما راح، لازم تكتبه كتابة اعتقد. اي 7 19 7 19 9 4 1 9 3 6 7 وبعدين نضغط على خيار كونتينيو اوكي. طبعا راح يوصل لنا الكود مال التفعيل مثل ما تشوفون. هذا هو الكود 3 4 10 وطبعا مثل ما تشوفون هنا تخلي اي شيء ماشي، وبعدين اضغط على هذا الخيار. شوي الانترنت ضعيف طبعا. اوكي، تختار يونايتد ماشي، وبعدين السماح. طبعا تكتب اي كود يتكون من 3 ارقام، مثلا 3 0 1. تظل تجرب الاكواد. اوكي، طالنا هذا الرقم. وبعدين اذا تريد تفتح بيه الواتساب لازم تجرب الرقم يكون غير محظور. يلا سجل دخول ماشي. فاحنا راح نستخدم الانستغرام، اي رقم يصير عليه. فنجي نختار هذا الخيار. اوكي، اعطاني التجربة المجانية اللي قلت لكم بيها لازم يكون عندك حساب جوجل بلاي مربوط بفيزا كارت او مستر كارت. ماشي، نختار هذا الخيار. شوي الانترنت ضعيف طبعا، بس انتظره يفتح ويانا وارجع لكم. اوكي، بعد ما فتح ويانا اروح لخيار اشترك. طبعا راح اضيف الباسورد وارجع لكم. اوكي، هسه راح نضغط على تأكيد. طبعا مثل ما تشوفون حصلت على رقم امريكي بكل سهولة. طبعا هذا هو الرقم وراح اقدر اسوي بيه انستغرام واي برنامج. طبعا هذا هو الرقم. اجي انسخ الرقم. هسه راح اسوي بيه انستغرام وراح تشوفون الكود راح يوصل لي بكل سهولة. اختار الدولة امريكا. راح تشوفون هسه راح يوصل لنا الكود. طبعا مثل ما تشوفون وصل لنا الكود واللي هو 5 4 1 6 70.
ومثل ما تشوفون سويت حساب انستغرام برقم امريكي ورقم حقيقي. طبعا اذا تريد تسوي رقم ثاني لازم شو تسوي؟ تسوي للبرنامج مسح بيانات، ماشي، وتسوي للجوجل بلاي العفو، تحذف الحساب مال جوجل بلاي، يعني هذا الحساب تحذفه وتخلي حساب واحد، يعني مو حسابين، تخلي حساب واحد. تحذف هذا الحساب وتضيف لك حساب ثاني وتسوي رقم ايضا، ومن تريد تسوي رقم ثالث ايضا تحذف الحساب هذا وتضيف، يعني وهكذا، يعني تستمر تحذف حساب وتضيف حساب، ماشي. هي هاي الطريقة، طريقة جدا سهلة وبسيطة، ولكن تحتاج الى عندك اكثر من ايميل، ماشي. فلهنا خلص الشرح. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.